السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، حبايبي. ألف ألف شكر كل اللي يخش، كل اللي يعمل لايك، كل اللي يشترك في القناة. يا رب ما تحرم منكم أبدا، يا رب يجعلكم في الهنا والسعادة، يا رب يستركم دنيا وآخرة. والله ما أنا عارفة أشكركم إزاي، ولا عارفة أوفي جميلكم عليا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بالله عليكم لا تحطوا لايك واشتركوا في القناة. وعايزين نخلص ال4000 ساعة يا حبايب قلبي، لأن أنا أقسم بالله أنا يعني ربنا اللي يعلم في احتياج القناة قد إيه. ربنا اللي يعلم. حبايب قلبي، طبعا أنا عايزة أوجه كلمتين. أنا مش هقولك بقى لا يا خرتيتة ولا يا برتيتة لا الكلام ده. لشهيرة، أنت طالعة وبتتكلمي على نورة بتاع السعودية لما بتقول. أنا والله يا جماعة الخير ما أعرف إنها نورة قالت كده، والله ما أعرف انها نورة بتقول ازاي ان هدية رايحة تعمل عمرة على ام الدواهي وقفلت القناة بتاع ام ايمن. ايوه، ما نورة كلامها صح. ردت عليها بقى، بترد عليها بقى شهيرة بتقول لها: وانتي لما قفلتي لي القناة في اول يوم رمضان كان حرام ولا حلال؟ طيب، بس هي زاهية ما قفلت لهاش قناة، لا قفلاها. لا قفلاها يا شهيرة، قفلاها. هي عطتها بس انذارين، ما انتوا كنتوا بتقولوا مش عاطين انذارات وطلعت قال انا ماليش دعوه. مش قالت الكلام ده؟ رجعتوا تاني بقى تقولوا انذارين. هي اللي عاطيه الانذارات، والانذارات جايه باسمها، وهي اللي قافله القناه. وهفضل اتحاسبن على ليل ونهار، وكل اللي يساندها في كده بيشارك في قطع رزق وقفل وقطع رزق ايتام. هو حلال ليكم وحرام لينا؟ لا. ما انا يا شهيرة ما تبعتليش صور بتاع نورة وحاجات في الجروب وطلعت طلعتها. ما انا يا شهيرة ما طلعتش حاجات بتاع نورة وبتاع جميلة وبتاع سهام وبتاع ريري، وكل يوم ماسكة تعالوا النهاردة فضحكم بجلاجل، النهاردة تعالوا شوفوا الفضيحة، النهاردة تعالوا شوفوا فضيحة ضلمة، النهاردة تعالوا شوفوا فضيحة مش عارفة مين. مش انتوا كنت ماسكة ليل ونهار؟ ده لا حق تقفلك بدل القناة 10. وهي غلطت ان قفلتها لك اول يوم رمضان، دي تقفلك وتقفلك كمان، لان انتي طلعتي ما رحمتهاش، ما سكتش عنها. واحده خاينه بعت لكم بقى بتاع الفيوزات، ولا بعت لكم يعني المهم ان هي عطت لكم اللي كان بتاع الجروب ده. وانتوا طلعتي اشتغلتي على شغل حق. كل الناس كان بتستعجب عليكي ان انت بتطلعي نورة وتتكلم على نورة وعلى سهام وعلى جميلة. هي قفلت لك القناة. انا عملت ايه بقى لام الدواهي؟ قولي لي انت كده، رحت طلعت لها صورة ولا عملت ايه؟ رد عليا، انا عملت لها ايه عشان تقفل قناة؟ ولا انت معاك راجل قاعد جنبيكي يتفلق يجي 10 ويجيب لك اكل وشرب وبتدعمي من كل مكان، لكن احنا عايزين، عندنا اولاد ايتام عايزين مصاريف، وعايزين اللي يربيهم، وعايزين اللي يطعمهم، وعايزين اللي يجيب لهم. رد بقى، ردي. يبقى مين بقى اللي كان غلطان؟ هي اللي قافله القناه، وهي اللي قفلت القناه. فمش طالعه كده تتقصع وتقولي لا مش هي اللي قفلت القناه. لا يا اختي، هي اللي قافلاها، وربنا يقفل في وش ابواب الرزق. زاهيه بنت سعديه، واعلى ما بخيرك اركبيه انت وهي. رايك بقى؟ ولا حلو ليكم بقى ووحش لنا احنا زي ما انت بتقولي؟ امم بتعيب على نوره، بتقولي ده طلعت اتكلمت عليكي. مش انتوا يا شوية قطيع، يا شوية ما بتفهموش؟ مش كنت بتقولي ده نورة ونورة وجميلة بتقبضكم عشان تطلع تتكلم؟ قلت لك ايوه، انا طلبت منها وما عطتنيش حاجة، وبتطلع ما بتديش الا بالدهوت. طب ما دي معروفة، وهي طلعت من غير خبصك ولبسك. هي طلعت وقالت انا ما بدعمش الا يعني هي ما بتديش الا ليهم، لكن هي ما عطتنيش وانا ما غلطتش فيها. انا ما عمري ما غلطت في نورة. انا بقول ايوه انا طلبت منها، ببين قدامكم وببين الحقايق ان هي ما بتدينيش على عينك يا تاجر اهو. انا قلت لها اديني وهي ما عطتش. انتوا كنتوا بتقولوا دي بتديكم، دي بتدعمكم عشان تطلع تشتموا في ام الدواهي.
لكن انت هتروح من ربنا فاه. انت بوشين وبتكيل بمكيالين. انت بحت اصحابك. انت مالكش عزيز ولا غالي. وانا ان شاء الله هعرف اجيب حق ازاي. انا هعرف اجيب حقي. وبقول لها حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. على عم طالعه على العمره ببلاش وعماله تشحت وعماله تتسول. انا بستعجب على واحده زي دي، قال لي مقعده هناك مع ناس. يعني الست دي قاعده مع ناس في بيت هي وامها، والبيت ده فيه اسره، يعني فيه اسره. انا بستعجب على كده، هي قاعده ازاي هناك؟ يعني الست اللي هي معاها دي معاها راجل واعمل على فكرة يا جماعة الخير، عارفة راحت عند واحدة في مصر وقعدت عندها ووكلتها وشربتها وطلعت اتكلمت عليها. دي ما عندهاش عزيز ولا غالي. فأنا فهمتك إن هي اللي قافلة القناة، ما تطلعيش وتقولي لا مش هي. لا، هي اللي قافلة القناة. إن شاء الله ربنا يقفل في وشكم أبواب الرزق منين ما تتوجهوا. انت وام الدواهي اللي بتمسحي لها جوخ، عشان هي بتوكلك وبتشربك. ما انت ما طلعتش كل يوم اتكلمت عليها، مش هيجيلك الدعم، هتاكلي وتشربي منها وتوكلي جوزك من اللي قاعد جنبيكي. طبعا يا حبايب قلبي، هتكلم تاني على مين بقى؟ على سفيرة الريف المصري غصبا عن أنفهم. أم طارق، سفيرة الريف المصري المحترمة، الذوق الأدب الاحترام. يديك الرزق ويزيدك من نعم الله يا أم طارق يا حلمية. تستاهل كل خير يا جماعة. العسل دي يا نرمينا عسل يا جماعة. وعم تسوقي وطارق، العلا ده على بعضيها على طيبة، عايلة بالفطرة. العزومة اللي كانت عاملاها تسلم ايديكي. تسلم ايديك على العزومة اللي عاملاها، اللهم صل على النبي، ال25 نفر. ما شاء الله ما شاء الله. للناس الشقيانة، للناس التعبانة، الناس اللي شغالين عندها. عملت لهم أكل عشان خاطر هما بيزرعوا زراعة البطاطس. ما شاء الله. بيزرعوا بقى، بيشتغلوا في الأرض. لازم يا جماعة الشقيان دي لقمة ياكلها، لأن اللقمة دي بتبقى ثواب. وهي هتتعب لمين أعز من الناس دي؟ طبعا هي بقى ونرمين، اللهم صل على النبي، عملوا أكل يشرح القلب. فعلا انتوا تستاهلوا كل خير. وابو طارق بقى اللي ضحكني فيه بيقول له يلا، لو عايزة بط اجيب لك كمان من فوق السطح. عايزين نخلص من البط يا ام طارق، عايزين نخلص منه. والله يا عم تسوق، انت طيب، انت راجل بالفطرة. انت فعلا من الناس بتاع زمان. عارف الزمن الجميل اللي ولا قليل لما نلاقينا واحد زيك محترم زيك وراجل بمعنى الكلمة. ما انتش موشش، ما انتش بوشين، ما تطلعش تغلط في حد. لا، وكمان بقى نرمينا عسل يا جماعة الخير. ولا ساعة ما حمادة راح هناك، والله العظيم ما في بعد الأخ يا جماعة. الله يسترك دنيا وآخرة يا حمادة. لما راح اشتغل معاها وعملوا البطاطس وخلصوا، ربنا يستر دنيا وآخرة. ولا نرمين بقى اللي ضحكتني لما بتقول له والنبي يا خال، ساعة أمي بقى البطاطس اوعى تضربها تاني يا حبيبة قلبي. عاملينها بضحك، بضحكة وبيهرجوا، ما بيقفلوش. تحس إن هم حلوين ويا بعض. يا رب تزرع وتلاقي يا ام طارق، يا رب تستاهل الخير كله. فعلا انت قيمة وقامة. فعلا انت سافرت الريف المصري. فعلا انت الذوق الادب الاحترام. فعلا انت كيدهم وغيظهم وكعبك غالي عليهم. كعبك عالي عليهم قوي، لان انت بذوقك وبادبك وباحترامك اثبتي نفسك على اليوتيوب. يا جماعة الخير، ام طارق دي تستاهل كل خير. اقسم بالله يا جماعة الخير، محترمة، ملهاش في حاجة، لا هي ولا زوجها ولا ابنها ولا بنتها. ناس بالفطرة. رخر ربنا سبحانه وتعالى، فأما بنعمة ربك فحدث. طالعة يا جماعة الخير، ما تقولش مثلا لا أخاف من الحسد، أخاف من حاجة، لا. يعني هي عملت زرعة البطاطس وكان في عز ما كانت متخانقة معاهم، كانت زرعتها أحسن الزرع. وكله بقى طالع، حتى التاجر بقى يقول له يا سلام، ده انتوا اللهم صل على النبي الزرعة بتاعتك فاقت الكل. فاقت الكل ليه؟ عشان راضية باللي ربنا كاتبه لها، عشان شيء كتير، عشان تعبك كتير. هي بص يا جماعة الخير، الست دي تستاهل كل خير. كل خير لما بتطلع بتدعي للغريب والقريب.
آخر الناس كلها بتحبها، المتابعين كلهم بيحبوها. فيا جماعة الخير لازم نقف معاه، لأن هي بتطلع وبتفرحنا، بتطلع يعني بتدينا البهجة، بتخلينا حتى نضحك شوية، نطلع من اللي احنا فيه، من اللي احنا شايفينه. فيا ام طارق انت تستاهلي كل خير، ويزيدك من نعم الله، وتلاقي الزرعة بتاعتك احسن الزرع، وتعملي شقة طارق وتتجوزي وتفرحي بيه ان شاء الله. حبيبة قلبي، حبيبتي يا ام طارق، حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة. يا رب يبارك لكم. مدحن انت موطيه صوتك ليه يا ام ايمن؟ والنبي تعبانه يا جماعه الخير، تعبانه من الظلم، تعبانه من الافتراء، تعبانه من العالم المنافقه. وربنا يدي لكل حي حق. اعملوا حسابكم، ولا اي حاجه بتدوم ما دايم غير وجه الله. فرحان بالفلوس، والفلوس اللي جايلكم مطارق قرش حرام، قرش حرام داخل لكم في جوفكم يا منافقين. متابعين المحترمين ما تنساش اللايك لام ايمن، ومع الف سلامه يا حبايبي في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، حبايبي. ألف ألف شكر كل اللي يخش، كل اللي يعمل لايك، كل اللي يشترك في القناة. يا رب ما تحرم منكم أبدا، يا رب يجعلكم في الهنا والسعادة، يا رب يستركم دنيا وآخرة. والله ما أنا عارفة أشكركم إزاي، ولا عارفة أوفي جميلكم عليا. اللهم صل وسلم وبارك.